وبركاته. النهارده بقى جايبه لكم حاجه انا اكتشفتها جديد وكان لازم ان انا اقول لكم عليها. فاكرين الفراخ اللي انا كنت عملت عليها فيديو اللي انا قلت لكم اسوأ فراخ للبياض اللي هي الفراخ الفيومي دي؟ الفرخه دي اللي في ايديا دي تمت عندي 7 شهور ونص. دي اهي، انا مش عارفه هجيبها لكم اهي، 7 شهور ونص على الميزان تجي لها 2 كيلو. وعايزه اقول لكم من يعني ما فيش بيض، انا لسه دابحه ما فيش من اسبوع واحده، ما فيش خالص والله. دابحه امبارح والله ذبحت واحده. عنقود البيض ده عباره عن قطعه لحم كده مخرمه يعني. المهم اكتشفت عندي لما انا كنت جايبه كميه فراخ بلدي حر، لقيت فيهم الفرخه الفيومي دي مخليه بنتي ماسكاها عشان برضو شقيه. واخدين بالكم من الحجم؟ يا بصوا حجم دي من حجم دي صغيره جدا. تخيلوا ان دي بشرت معايا تقريبا اول امبارح. واقول لكم ايه بقى، عمرها 4 شهور. انا الصراحه انا اول ما شفتها في الفراخ البلدي الحر، طبعا احنا عارفين البلدي الحر بيجي مخلط شويه، مش كله بلدي حر يعني. لما لقيت الفيومي دي زعلت، لان طبعا انا كان يعني ما عنديش خلفيه في موضوع الفيومي، كله بيقول الفيومي حلو، الفيومي في البيت. ولما جبت ده اتصدمت. انا بقى عندي حوالي 10 من الكبار دول دي واحده من ضمن واحده كمان اهو، كنت ماسكاهم خلاص هبيعهم يعني. فقلت والله قبل ما ابيع هعرفكم اللي انا اكتشفته. ان الفيومي اللي في ايدي دي اللي هي وصلت ل 2 كيلو ده فيومي هجين. معلش بقى عشان الصوت مش هتسمعوه كويس عشان الصوصوه دي. ده فيومي هجين الكبير ده، انما الصغير اللي في ايد بنتي دي فيومي حر. الفيومي الهجين ده اللي هو بيربي لحم جامد قوي، قاعد عندي فوق ال7 شهور وما بطش. فوق بصوا وشها يا جماعه، بصوا وشها احمر دم، فوق ال7 شهور وما بطش. وفي اكتر منها كمان يعني، في اكتر منها وشها كان احمر من كده بكتير وما بضتش. ولحد دلوقتي ما فيش 7 شهور ونص وما فيش. الفرخه دي اهي فيومي اهو 4 شهور بالظبط وبشرت معايا وباضت. بصوا وشها 4 شهور. يمكن هي دلوقتي كانت عماله قاعده في مكان عشان ترقد وتبيض، بس انا قلت لازم اعرفكم ان انا ظلمت الفراخ الفيومي، وان اللي اداني الفراخ الفيومي اول مره دي كانت هجين. مش هتديني بيض، هتديني لحم جامد قوي زي ما هي مدياني كده فوق ال2 كيلو. للاسف انا خسرت. طبعا كان المفروض ان انا ابيعها من بعد شهرين. قعدت عندي 7 شهور يعني 5 شهور باكل فيها زياده على امل ان هي هتديني بيض. ما ادتنيش حاجه خالص، وما فيش عنقود بيض اصلا غير حاجات بسيطه قوي يعني. متهيألي عشان تبيض معايا محتاجه كمان 5 شهور زيهم. انما دي ما شاء الله اللهم بارك، دي جات لي مع البلدي الحر، باضت بعد 4 شهور، بشرت معايا بعد 4 شهور. فخدوا بالكم من اللي بتشتروا منه، هاتوا بلدي، هاتوا فيومي حر، فيومي اصلي، ما تجيبوش فيومي هجين. وعرفوه قولوا له ان انا عايزاها للبيض. لعل وعسى يكون انا ما قلتش للراجل اللي انا اشتريت منه. بس بصوا اهو، دي فيومي منقطه اهو، ودي فيومي منقطه. الفرق ان اللي في ايديا دي 7 شهور ونص ودي 4 شهور بس. هي بتطفي كده على فكره عشان عايزه تبيض، انما اللي في ايديا دي الله يهديها ويصلح حالها بقى، هي ملهاش ذنب، ده هجين للحم. بس حبيت اعرفكم الفرق، ان في فيومي هجين وفي فيومي حر او فيومي بلدي اصلي للبيض. فانا ظلمت الفراخ الفيومي، بعد كده هاخد بالي وهسال اللي انا بجيب منه ان انا عايزه فيومي للبيض. يلا صباحكم خير وهنا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.